الكيلو وصل 364 جنيه. لازم اروح حالا اعملها. عملت اللهم بارك كيلو كده وكيلو 100 جرام كمان، عمل معايا بالظبط في حدود 100 جنيه، حاجه كده اللهم بارك. بصوا بقى اللي حصل، انا كنت في كارفور بجيب شويه طلبات، ده الربع كيلو اللي هو البوادي عامله 91. طبعا في انواع كتير جدا. والله يا بنات ده اللي حصل معايا، روحت فعلا في نفس اليوم عملت انا الحلاوه. كوب ونص من السكر البودر، ده سكر عادي وطحنته في المطحنه او الخلاط. كوبايه ونص من السكر، معاها كوبايتين من الحليب البودر، نفس الكوبايه هعير بيها كل المقادير. ومعايا بقى الطحينه بتاعتي القمر قمر اللي انا عاملاها معاكم في الفيديو. هنزل لكم اللينك او الفيديو عندكم في اول التعليقات. شايفين الطحينه ولا بتفصل معايا اللهم بارك. يعني الطحينه بتاعتي حكايه بصراحه. كوبايه كده كمان من الطحينه. بس قبل ما احط الطحينه احط ايه؟ نص معلقه صغيره من الفانيليا ورشه ملح كده بسيطه كده سنه، يا ظرف من الفانيليا ورشه من الملح. هقلب بقى كده الاول الحليب البودر والسكر البودر وكمان ظرف الفانيليا ورشه الملح، يبقى كوبايتين حليب بودر وكوبايه ونص من السكر البودر وظرف فانيليا رشه ملح. هقلبهم كويس جدا كده بايديا. بعد كده هجيب كوبايه الطحينه احطها كده بالتدريج شويه بشويه، وهقلبهم كويس كده الاول بالمعلقه، وبعد كده نستخدم ايدينا بقى نقلبهم كده بايدينا. انا عايزه العجينه بتاعه الحلاوه تكون زي حبيبات الشاطئ كده او حبيبات الرمل، تكون كده مرمله. انا دايما بحب الحلاوه الطحينيه بالذات زي حلاوه زمان كده، تكون مرمله كده في ايديا، ما تكونش معجنه وطريه. عايزاها انت طريه شويه ممكن تزودي معلقه طحينه، طبعا دي حاجه ترجع لك. انا بحب الحلاوه الطحينيه تكون اصلها مرمله. بصوا انا مسكتها حسيت ان هي محتاجه معلقه كده او معلقتين من الطحينه، زودت بالظبط معلقتين كبار من الطحينه، يعني بالظبط كده اخدت معايا كوبايه وربع من الطحينه. هقلبها كويس جدا. انا عايزه امسك كده في الاخر قطعه من العجينه الاقيها متماسكه كده زي حبيبات الرمل، وفي نفس الوقت تكون برضو مرمله ما تكونش طريه زي العجينه. هوريها لكم دلوقتي. بصوا تضغطوا كده عليها، شايفين بقى لون الحلاوه؟ هو بقى اللون ده الاصلي بقى اللي انا عايزه اوصل له. تضغطي كده على قطعه العجينه تلاقيها متماسكه كده معاكي اهي، وفي نفس الوقت مرمله كده من جواها. يلا بقى نجيب كده العلبه اللي احنا هنحط فيها الحلاوه بتاعتنا، ونفرش كده فيها كيس كده من قاع العلبه او ورق زبده الموجود عندك بالشكل ده. طيب عندك شويه مكسرات زي الفل، انا عندي شويه سوداني حطيتهم، عايزاها ساده خالص براحتك، الحاجه دي يعني باختيارك انتي. عندك شويه مكسرات كده سوداني زي عايزاها ساده، عندك شويه اي نوع مكسرات بتحليها بصراحه. واروح بالراحه كده فرشه فرشه من الحلاوه الطحينيه كده فوق المكسرات، وبعد كده احط بقى طبقات الحلاوه كلها، وبايديا كده بالراحه بضغط بالراحه كده بالشكل ده. شايفين بقى لون الحلاوه ولا ريحتها القمر؟ اللهم بارك. كوبايه ونص من السكر البودر، كوبايتين حليب بودر، ظرف من الفانيليا، رشه كده بسيطه جدا من الملح، وهقلب كل ده مع بعض وننزل بكوبايه وربع من الطحينه. هظبطها بقى كده حرف العلبه كده اظبطه. بعد كده هجيب مثلا علبه كده او ايا كان طبق عندك، ضغطه كده بسيطه جدا، يعني حاجه بسيطه. هي كده كده المفروض نسيبها ليله كامله في التلاجة ترتاح. انا يعتبر كده مثلا عملتها بالليل وتاني يوم الصبح كده في الفطار اخدت اللقطه بقى الاخيره. ضغطه كده بسيطه واروح جايه قافلاها وعيناها على شبكه التلاجة، مفروض ليله كامله. تاني يوم بقى الصبح كده يا بنات اللهم بارك، هنا بقى كنت بحضر الفطار للاولاد وجبتها بقى. هنقلبها كده مع بعض. ريحتها طبعا عسل نحل كده اللهم بارك. بحب ريحه الحلاوه الطحينيه قوي، وبالذات بقى اللي هي بتفكرك بحلاوه زمان، الحلاوه المرمله بتاعتنا اللي احنا كنا بنجيبها زمان دي. بصوا بقى تخرطيها كده خرط، وبصوا بقى الترميله بتاعتها اهي دايبه كده ومرمله. اللهم بارك. جربوها يا بنات هتعجبكم جدا. اللهم بارك اكتر من كيلو كمان. مقادير سهله وبسيطه، وبتعمليها حاجه انت ضمناها وعاملاها بايديكي، هتوفر معاكي كتير جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.